السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي تشوفوني فيه. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض السمسميه والسودانيه، وعملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا. النهارده بقى هعمل معاكم معشوقه الجماهير، وهي الدوميه الحمراء. طبعا كلنا بنحبها وبنصدق كده نلاقيها في علبة الحلويات عشان نتشاكل عليها كده وناخدها. هنعملها النهارده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مفيش فيها أي صعوبة. قومي كده جربي معايا واعمليها وبإذن الله هتنجح معاكي. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده يا حلوين، شجعوني كده باللايك واشتراك في القناة وشير الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. المقادير بتاعتنا ان انا هعمل كميه، ممكن تقسيم الكميه دي تعملها النص. معايا هنا 4 كوبايات من السكر، ومعاهم 4 كوبايات من الميه، وبنعاير بنفس الكوبايه. ومعايا كمان هنا ميه ورد دي ضروريه معايا في الدميه بتاعتي. ومعايا هنا كمان كوبايتين من النشا، وكوبايه من عسل الجلوكوز. وطبعا مكسرات هنا معايا سوداني، ممكن لو عندك اي مكسرات تانية حطيها. ومعايا هنا بقى معلقتين كبار كده من الجيلاتينا. ومعايا هنا كمان معلقه من صوص الفراوله، ممكن تستبدليها بجيلي فراوله. ومعايا كمان لون احمر. دي المقادير بتاعتنا بس اللي هنشتغل فيها النهارده، سهل جدا. اول حاجه بقى كده على النار هنزل كده ب4 كوبايات من السكر. وزي ما قلت لك ممكن تحطي نص الكوب، يعني نص الكميه، كوبايتين من السكر بدل 4 كوبايات. وهنزل معاهم كده ب4 كوبايات من الميه، يعني كل كوبايه سكر كوبايه من الميه. وهنزل كمان هنا بكوبايه من عسل الجلوكوز. طبعا عسل الجلوكوز ده اساسي معانا، وزي ما قلت لك ممكن تجيبيه من عند اي مستلزمات حلواني هتلاقيه موجود. البرطمان ب25 جنيه. طبعا هو كان ثمنه رخيص جدا الاول 8 جنيه، الوقت غلى. هسيبها كده لما تغلي معايا. واول ما تبدا كده تغلي معايا احط نص معلقه كده من ملح الليمون. وطبعا ملح الليمون ده برضو اساسي معانا لان بيحفظ كده الحلويات بتاعتنا. وهقلبها كده بقى كويس جدا لحد ما تبدا بقى خلاص كده هتغلي معانا. انا بقى دوبت النشا بتاعتي. طبعا معايا هنا كوبايتين من النشا، دوبتهم في كوبايه من الميه. وهنزل بقى كده بسرسوب بسيط جدا، مش هنزل بقى كده مره واحده عشان ما تكلكعش معايا. هنزل كده سرسوب بسرسوب زي ما انت شايفه بالطريقه ديت. والايد التانيه برضو بتقلب بسرعه جدا، شايفين؟ يعني كل كوبايه من السكر كوبايه من الميه ونص كوبايه من النشا. مقادير سهله جدا. وهنزل بقى كده بكوين من الفانيليا، ومعلقه كبيره بقى من ميه الورد. وزي ما قلت لك ميه الورد دي حتى لو ما بتحبهاش لازم اساسي معانا في الدوميه بتاعتنا. طبعا هنا انا معليه النار وافضل اقلب كده باستمرار على طول علشان بس ما تشطش معايا. ولازم تعملي كده في حاجه واسعه عشان تعرفي تقلبيه. هنا بدات تتقل معايا اهيت. اول ما تبدا بقى تتقل معايا كده هدي النار عليها خالص، وهبدا بقى اقلب كده باستمرار. يعني ممكن كده مده التقليب تاخد معانا ما تتحصريش تاخد معاكي يجي ساعه، علشان الملبن بتاعنا لازم يستوي خالص جدا. وهي بقى كده على البوتاجاز هجهز الصينيه بتاعتي. جبت كده الصينيه وحطيت كيس كده في الارضيه، وببل الصينيه كده ميه عشان الكيس يثبت معايا، وبدهنها كده بدهنه من الزيت. هنا بقى الجيلاتين بتاعي كنت مدوباه كده في 3 كوبايه من الميه. زي ما قلت لك معايا هنا معلقتين كبار. هنزل بقى هنا بالملبن بتاعي لما يقرب كده يستوي معانا. وهنزل كده بالجيلاتين وهقلبها بقى كده كويس جدا. وزي ما قلت لك بقى هو بياخد وقت معانا شويه لحد ما يستوي معايا خالص، وعشان تاخد المطه اللي انت بتشوفيها. وتفضلي بقى طول ما انت واقفه تقلبي فيها كده على طول. هي الصراحه المقادير بسيطه جدا، بس الصعوبيه بس في التقليب بتاعها. هي خلاص قربت هنا تنشف معايا خالص اهيت، وتلم معايا بالشكل ده. هنزل بقى هنا بلون احمر معايا، وده طبعا بتجيبيه من عند اي محلات مستلزمات حلواني. ومعايا هنا بقى صوص فراوله زي ما قلت لك برده صوص الفراوله بتجيبيه عند مستلزمات الحلواني. لو ما عندكيش بقى لان هو اساسا عندي ممكن تحطي جيلي فراوله.
لو مش عايزه بقى ممكن تستغنى عن الخطوه ديت، بس الصراحه بتدي لها طعم جميل جدا. وهقلب بقى كده كويس جدا. ولو حسيتي كده انها عايزه لون كمان حط لها كده كمان نقطتين. يعني افضلي احط كده لحد ما تاخدي اللون اللي انت عايزاه. طبعا هي اساسي اللون بتاعها بيبقى احمر غامق. وهفضل بقى كده اقلبها كويس. وطبعا كل ده وانا مهديه النار. وزي ما قلت لك اشتغلي في حاجه واسعه عشان تعرفي تقلبي براحتك جدا. شايفين الملبن بتاعنا بدأ يلم خالص معايا اهوت. هنا بقى في المرحله دي بقى هنزل بالسوداني بتاعي. طبعا انا ما حطيتش الكميه كلها لان حسيت ان هي كتير. وطبعا لو عندك اي مكسرات تانية بقى ممكن تحطيها، بندق اي حاجه. انا بقى حبيت اعملها اقتصاديه وقلت اما احط فيها سوداني. هنا بقى خلاص لمت معايا اهيت. شايفين؟ وبدأت كده تطلع من الصينيه. هنا بقى خلاص هطفي النار وهحطها كده في الصينيه بتاعتي. وطبعا بقى السمك بتاعها حسب الصينيه اللي انت هتحطيها فيها. يعني لو حباها تخينه تحطيها طبعا في صينيه اصغر من ديت. انا حطيتها في صينيه كده 30 في 40. بس الصراحه حجمها كان رقيق جدا. ممكن تحطيها بقى في صينيه اصغر من دي 30 في 30 الكميه اللي انا عاملاها. طبعا من هنا عامله كميه كبيره. وهحاول بقى اسويها كده في قلب الصينيه. وعلشان بقى تعرفي تسويها كويس جدا هتبلي كده ظهر المعلقه من الزيت وهتتسوى معاكي بكل سهوله. لان هي طبعا بتبقى في الاول كده بتلزق وهي سخنه. فهتبلي كده معلقه زيت وهتسويها. شايفين؟ انا بقى كده عاملاها من بالليل. هسيبها كده لتاني يوم الصبح لما تجمد وتبرد معايا خالص. وبعد كده هنقطعها مع بعض. حبايب قلبي هنا بقى خلاص كانوا تاني يوم. هسيبيها كده براحتها خالص. هسيبيها بره بقى تحطها في التلاجة اي حاجه. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ وزي ما قلت لك هنا رقيقه عشان الصينيه كانت كبيره جدا عليها. هنسمي الله بقى بسم الله. هنشوف بقى الدميه بتاعتنا القمر دي اخبارها ايه. بس ليكها كده من الكيس. شايفين ما شاء الله روعه بجد جميله جدا. هنبدأ بقى كده نقطعها بالسكينة. هتبلي كده السكينة زيت عشان تعرف تقطع معاكي كده بكل سهولة. يعني كل تقطيعة هتبلي السكينة بتاعتك بالزيت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميلة جدا. هنغلق بقى التقطيع بالشكل ده. وطبعا التقطيع اللي انت حباها اي حاجة. طبعا انا ببلي السكينة زي ما قلتلك كل مرة زي بالشكل ده عشان تتقطع معاكي بكل سهولة وما تلزقش منك في قلب السكينة. هقلبها بقى كده الجهة التانية عشان اعرف كده اقطعها بالطول. طبعا هنا بقى سرعت الفيديو عشان بس ما تملوش من التقطيع. واخدين بالكم انا بمسح السكينه كل مره اهوت. كده بقى يا حبايبي قطعتها ودي شكلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا الدميه الحمراء دي كلنا بنحبها وكنا ما بنصدق كده واحنا صغيرين نجيب علبه الحلوه المولد ونقعد نشكل كلنا عليها. لان طبعا العلبه بيجي فيها ممكن قطعه او قطعتين مش اكتر من كده. فشايفين بقى الكميه اللي انا مطلعاها. وطبعا سمكها يعني حلو مش وحش. يعني لا تخينه ولا رفيعه قوي.
هنا بقى يا حبيبي دي شكلها كده بعد ما رصيتها في الطبق بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الكميه عملت معانا قد ايه؟ عملت معانا كميه جميله جدا ومحترمه. وشايفين السمك بتاعها. علشان بقى نحتفظ بيها وتفضل معانا لمده اطول هنعمل ايه؟ هنا بقى معايا كميه هنا من النشا. هبدأ كده اخد كل قطعة بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، وهرشها كده بالنشا بتاعتي عشان تعرفي بقى تحتفظي بيها. انت ممكن تحتفظي بيها كده عادي مفيش فيها اي مشاكل، لا بس عشان هنحطها في العلبة وعشان برضك ما تلزقش مننا هعمل كده الخطوة ديت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وممكن برضو تحتفظي بيها كده من غير خطوة النشا ديت لو انت بقى هتاكليها على طول، بس بالخطوة دي تقعد معاكي مدة طويلة جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي بقى عشان لو حابة كده تقدميها لحد او تديها بقى لحد هدية. بقطعها كده نصين زي ما انت شايفه كده، وهرصها بقى كده في الطبق بالشكل ده. حابه بقى تقدميها لاي حد، حابه بقى تهدي بيها اي حد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد والله طعمها جميل جدا. جربي كده واعمليها ومش هتاخد منك تكلفه او وقت نهائي. شايفين شكل الطبق؟ يا سيدي يا سيدي. يعني من 4 كوبايات سكر وكوبايتين نشا وكوبايه عسل كلوكوز عملنا بيها الكميه دي كلها. احتفظ بقى كده في العلبه واغطي عليها بقى كده بكيس واحطها في التلاجة لحد ما يجي بقى مولد النبي الشريف عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا ريت يكون بقى دمية النهارده يا جماعه عجبكم. لو عجبكم النهارده الدميه بتاعتنا شجعوني كده باللايك واشتركوا في القناه وشيروا الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.